ودي يا جماعه شكل الاكل بتاعنا بعد ما خلص. بصوا الفراخ طالعه لونها حلو قوي، بسم الله ما شاء الله، بالصوص اللي عملناه مع بعض، وده الرز اللي عملناه سوا برضو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قلت النهارده نعمل فطورنا مع بعض، وهبتدي بالعصير الاول. ومش دايما عصير رمضان لازم يبقى بلح او تمر او عناب او الحاجات دي، ممكن يبقى عصاير طبيعيه فريش زي كده. انا عندي هنا ايه، عندي جزر انا غسلته وقطعته زي كده، وعندي برتقان، بس البرتقان ده بيبقى برتقان بلدي. ليه بلدي؟ عشان بيبقى عايزين الميه بتاعته. تمام. وعندي هنا كوبايه سكر، فانا الاول حاجه هبتدي بيها هحط كوبايه السكر على الجزر، بسم الله ما شاء الله اهو، وهحط ميه، هغطيها كده بكميه مناسبه من الميه وبس كده. هحط الجزر ده على البوتاجاز، وبعدين نعصر مع بعض البرتقال. انا حطيت الجزر على البوتاجاز عشان يستوي معايا. دلوقتي هبتدي اعصر البرتقال بتاعي. انا هعصر البرتقال مش في الخلاط، انا هعصر البرتقال على العصاره دي. انا عايزه البرتقال هفتحه من النص كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. ده شكل البرتقال بتاعي بعد ما خلصته وعصرته وصفيته بالمصفى بتاعتي. دلوقتي هجيب ايه، عندي شفشق الخلاط، بسم الله. هحط بقى فيه عصير البرتقال، بسم الله، وهحط فيه شويه سكر. طبعا السكر ده على حسب الايه التحليه، ما ننساش ان احنا حاطين سكر في ميه الجزر. هجيب بقى الجزر بتاعي بعد ما استوى، ادي الجزر بتاعي بعد ما استوى، هحطه بقى على البرتقال في الخلاط، بسم الله، وهحطه بميته على فكره. بعد ما اتضرب معايا ببتدي اصفيه. وادي يا جماعه بسم الله ما شاء الله شكل العصير بتاعنا بعد ما خلص. تعالوا بقى نشوف بقيه فطارنا النهارده. دلوقتي بقى تعالى نعمل مع بعض الفراخ بصوص حلو جدا. انا معايا هنا فراخ، اي حته في الفراخ انتوا بتحبوها، صدور، وراك، دبابيس، فرخه كامله على بعضها مش هتفرق. دي عندي الفراخ بتاعتي. معايا ايه هنا، معايا بصلتين كبار، ومعايا فلفل رومي الوان، فلفل حامي مش هتفرق، فلفل سبايسي يعني. معايا هنا ايه، معايا التوابل بتاعتي عباره عن ملح وبابريكا وكزبره وكمون حصى. ومعايا هنا دي مرقه دجاج، وهنا ده حبهان، وده هنا قرنفل وشويه فلفل اسود وشويه بهارات، عندي بهارات فراخ، وعندي ورق لورا. عندي ايه كمان، عندي معلقه سكر كبيره، وهنا عندي دبس الرمان، وممكن نستبدله بعسل اسود لو موجود، مش هنقف على اي حاجه في المطبخ. وعندي كمان معلقه توم. تعالوا بقى نشوف المكونات دي هنستعملها ازاي. اول حاجه هنا هجيب عندي صينيه او اي حاجه عندي، هحط فيها معلقه سمنه زي كده، هستناها لما تسيح. هحط فيها بقى معلقه السكر بتاعتي، وعلى نار هاديه وهقلب فيها. هبتدي اعمل ايه، هبتدي بقى اقول بسم الله واحط. طبعا النار عندي هاديه قوي. انا هحط بقى البصل والفلفل والحاجه بتاعتي. لما احس ان البصل بتاعي ابتدى يدبل معايا كده، انا ما بسويش، انا بدبل بس البصل، وعايزاه ياخد من كل الكرمله بتاعت السكر والسمنه معايا. دلوقتي بقى اهو ابتدى يتكرمل معايا اهو. هحط بقى التوابل بتاعتي، اقول بسم الله واحط الملح. طبعا ما انساش ان انا عندي مرقه، في المرقه بيبقى فيها ملح، فيعني اظبط ايدي في الملح. كمان في المرحله دي انا هحط ايه، هحط معلقه الثوم بتاعتي. انا عندي معلقه الثوم بتاعتي هحطها. كمان هحط ايه، هحط عندي هنا معلقه دبس الرمان، وقلت لو ما فيش دبس رمان هنحط معلقه عسل اسود، ما فيش اي مشكله. معلقه بس كده. تدي
هيفضل بس معايا البصله والخضار وبس كده. دي بقى معايا التتبيله بتاعتي بعد ما دبلت معايا. هبتدي بقى احطها على الفراخ. هبتدي بقى ادخلها ما بين الفراخ وبعضها عشان الفراخ تاخد طعم التتبيله كلها. بصوا كده، دخلها ما بين الجلد وما بين لحم الفراخ عشان تاخد تتحيق بطعم الحاجه اللي فيها. تتبيله حلوه جدا جدا، وريحتها اساسا جميله بسم الله ما شاء الله. ريحتها حلوه قوي قوي وطعمها يبقى تحفه ان شاء الله يعني. دلوقتي ما شاء الله انا حطيت التتبيله على الفراخ بقى. هركنها لمده نص ساعه تقريبا عشان تاخد من طعم التتبيله كلها، وبعدين ارجع نشوف التسويه تبقى شكلها ايه. دلوقتي بقى بعد الفراخ ما قعدت معايا شويه هعمل ايه. انا عندي هنا كوبايه شوربه. طيب انا ما عنديش شوربه او ما عنديش مرقه استعملها. هعمل ايه؟ هجيب مكعب مرقه دجاج زي كده، وهجيب كوبايه ميه تكون دافيه هخلطه فيها واحط معاها شويه فلفل اسود وهشرب الفراخ. مفيش بقى وعندي شوربه خلاص هستعملها زي ما انا هعمل دلوقتي. هقول بسم الله وهحط ايه كوبايه الشوربه عليها بس كده. هجيب بقى عندي هنا الفويل وهحطها على البوتاجاز من فوق. هحطها لمده ربع ساعه ما تزيدش عن كده، ربع ساعه بس على البوتاجاز من فوق. تعالوا بقى نعمل الرز على ما الفراخ تستوي معانا. انا معايا حله على البوتاجاز هحط فيها معلقه سمنه. هعمل ايه؟ عندي التوابل بتاعتي عباره عن ايه. هنا معايا ده كركم ولورا وحبهان وقرفه وشويه فلفل اسود وشويه زعفران ومكعب مرقه وشويه ملح. انا السمنه ساحت معايا وهبتدي احط كل التوابل بتاعتي ديت فيها. خلاص لما تبتدي ريحتها تطلع معايا كده انا عندي الرز. انا عندي ده كوبايتين ونص من الرز البسمتي. انا مش نقعاه خالص، انا غسلته بس. هعمل ايه؟ هبتدي بقى اشوح الرز ده. بعد ما بشوح الرز شويه كده انا عندي المرقه بتاعتي بتكون مرقه سخنه يعني بكون غلياها. اقول بسم الله واحط كل كوبايه رز بسمتي لكوبايتين من المرقه او من الشوربه او من الميه، وبحط بعدها مرقه دجاج. هو بياخد شوربه زياده شويه عن او مرقه شويه عن الرز المصري العادي. كل كوبايه رز بسمتي بتاخد كوبايتين شوربه او كوبايتين ميه بس كده. هسيبها لما تتشرب معايا الشوربه بتاعتها ونرجع نشوفها هيبقى شكلها ايه. دي بقى بعد الربع ساعه بتاعتي ما عدت هبتدي هشيل الفويل كده من على الفراخ واشوف شكلها. ما شاء الله حلوه جدا معانا اهي. طيب هعمل ايه؟ هبتدي بقى عندي هنا ايه. عندي هنا ده كاتشب وحط عليه معلقه سمنه. هبتدي ادهن بيه الفراخ بتاعتي. بسم الله. خلي بالكم لسه فيها ميه وانا عايزاها بميتها دي. هبتدي بقى ادهن الفراخ بتاعتي كلها. طب انا ما عنديش كاتشب اعمل ايه البديل؟ عندي معلقه صلصه هحط عليها معلقه من الخل واحط عليها معلقه سمنه واحط عليها شويه سكر. نفس البديل بتاع الكاتشب اللي معايا. طيب انا معايا الكاتشب اهوت هحط عليه ايه. هحط عليه معلقه سمنه بس. هدخلها بقى يا جماعه الفرن واقعدها لمده نص ساعه، ولو ما خدتش اللون بتاعي هبتدي اشغل عليها الشوايه. نرجع بقى نشوف الرز مع بعض عامل ايه تاني. بسم الله ما شاء الله بدا يشرب ميته وماشي حلو قوي اهوت. انا معايا هنا نص كوبايه زبيب هحطها بقى دلوقتي وهقلبه كده تقليبه بسيطه بس كده اهو. وههدي على الرز وهسيبه يستوي بقى ونشوف بعد ما يستوي هيبقى شكله ايه. ودي يا جماعه شكل الاكل بتاعنا بعد ما خلص. بصوا الفراخ طالعه لونها حلو قوي بسم الله ما شاء الله بالصوص اللي عملناه مع بعض. وده الرز اللي عملناه سوا برضو وده العصير. اتفضلوا معانا بقى. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والشير ومتابعه عشان يوصل لكم مننا كل جديد.